الحكاية بتبدأ وسط التلج مع مساجين بيتنقلوا لسجن روسي شديد الحراسة، ومن وسطهم بنتعرف على بطلنا كرافن. أول ما بيدخل الزنزانة زميله في الأوضة بيبدأ يستقوى عليه، بس كرافن بيبتسم بكل ثقة ويقول له: ما تقلقش، أنا مش قاعد هنا أكتر من 3 أيام. وفجأة في طابور التمارين شلة بلطجية بيحاولوا يضربوه، بس كرافن بيتحول لوحش ويفهمهم إن اسمه مش مجرد أسطورة، ده صياد حقيقي للبشر اللي زيهم. بيفرمهم كلهم ويهرب في لقطة أكشن أسطورية فوق أسطح البيوت تحت ضرب النار، ويعدي الأسوار التلج ويركب طيارة خاصة كانت مستنياه عشان يبدأ رحلة الانتقام. الفيديو بيرجع فلاش باك في نيويورك. بنشوف كرافن وهو صغير مع أخوه ديمتري وأبوهم نيكولاي، الراجل القاسي زعيم العصابة اللي بيصدمهم إن أمهم انتحرت، وبدل ما يوديهم الجنازة بياخدهم لرحلة صيد وحشية. في نفس الوقت بنتعرف على الساحرة كاليبسو وجدتها اللي بتفتح الكوتشينة وتتنبأ بمصيبة هتحصل، وبتوريها جرعة سحرية متوارثة بتشفي من أي مرض. وفي رحلة الصيد الأب بيعلم كرافن إن الخوف من الموت ضعف. وفجأة أسد ضخم بيهجم على كرافن الصغير ويبهدله. الأب بيضرب الأسد وبيرمي ابنه وهو سايح في دمه لأنه شايفه ضعيف. بس هنا بتحصل المعجزة، نقطة دم من الأسد بتنزل جوه جرح كرافن وكاليبسو بتلحقه بالجرعة السحرية. الواد بيموت في المستشفى 3 دقايق كاملة ويرجع للحياة بقوة خارقة وحواس حيوانية مرعبة. كرافن بيكبر والكره بينه وبين أبوه بيزيد لدرجة إنه بيمشي ويسيب أخوه ديمتري مع الأب. كرافين بيهرب لروسيا وبنشوفه واقف وسط ثيران هائجة بتجري عليه، بس بقوته الجديدة وسيطرته على الحيوانات الثيران بتقف وتحميه. نظره بقى بيعمل زوم زي كاميرا الآيفون، وبيبدأ يستغل قوته في تصفية الأشرار والصيادين اللي بيقتلوا الحيوانات عشان ياخدوا قرونها بس. بنشوفه بيدخل تحت عربياتهم ويبيدهم في ثواني بدم بارد. حتى اللي بيهرب منهم لندن كرافين بيسافر له ويصطادوا جوه مكتبه ويعلم على اسمه في قائمة الاغتيالات بتاعته. كرافين بيقابل كاليبسو اللي أنقذت حياته وهي صغيرة،
وبيقنعها تعمل معاه شراكة عشان معلومات شركتها تساعده يصطاد الأشرار. وفي الجانب التاني بنتعرف على شخصية مرعبة، واحد اسمه أليكسي، كان شغال مع أبو كرافين وبقى غني وبيدير عملياته الخاصة. أليكسي ده ملقب براينو الخرتيت. وبيوري العصابات التانية ليه هو واخد الاسم ده. بيمشي مادة جوه خراطيم متوصلة بجسمه، وفجأة جسمه بيتحول لجلد صخري صلب مستحيل الرصاص يخترقه. بيطلع رصاص من جسمه بإيده ويفرم اللي واقفين قدامه. راينو بيعرف إن كرافين هو ابن منافسه القديم، ويبدأ يخطط عشان يخلص منه. كرافين بيفاجئ أخوه ديمتري في عيد ميلاده جوه النادي بتاعه. الأب بيوصل وبتحصل مقابلة باردة جدا. تاني يوم الصبح كرافين بيصحى يلاقي الأوضة متبهدلة، وأخوه ديمتري اتخطف من رجالة راينو. كرافين بيجري وراهم في الشارع ويقفل عليهم فوق كوبري، ويهجم على عربيتهم المدرعة ويخلع الباب بإيده. الخاطفين بيهربوا بهليكوبتر، بس كرافين بيجري وراهم ويتعلق في الطيارة في الجو. في لقطة حبس أنفاس بيوقع واحد منهم، بس الباقيين بيهربوا وهو بيقع في المية. بيروح لأبوه اللي بيوريه صباع ديمتري المقطوع. الأب اليندل ما يرضاش يدفع الفدية عشان ما يبانش ضعيف، ويقول له أخوك كده كده مات. براينو بيعمل فخ لكرافين ويبعته لتركيا على أساس إن أخوه هناك. كرافين بيدخل الوكر ويصفي الحراس واحد ورا التاني لحد ما بيوصل لآخر حارس بيفهمه إن أخوه مش هنا وإن ده كمين. وفجأة المبنى كله بيتفجر فوق دماغ كرافين. كرافين بيطلع من تحت الأنقاض سليم ويكلم كاليبسو يحذرها. راينو بيجيب مادة سامة مخصوصة معمولة من نبات نادر عشان يشل حركة كرافين ويقضي على قوته. كرافين بيتحرك مع كاليبسو، بس رجالة راينو بيحاصروهم ويضربوا كرافين بأسهم مسمومة. كرافين بيبدأ يهلوس ويشوف عناكب بتهاجمه، وبيفقد حركته بالتدريج لدرجة إنه ما بيقدرش يقاوم ويقع في الأرض بيموت. بس كاليبسو في ثانية ونص بتتدخل وتديله آخر جرعة من الدواء السحري عشان يرجع للحياة أقوى من الأول. راينو بيفرح وفاكر كرافين مات، وفجأة بتظهر قطيع حيوانات بتهجم على المكان، ومن وسطهم بيظهر كرافين وهو حي يرزق. راينو بيتجنن ويتحول بالكامل لوحش الخرتيت الصخري المرعب، وبتبدأ معركة طحن تكسر العربيات والمكان. راينو بيضرب كرافين ضربات مميتة، بس كرافين بذكاء صياد بيلاقي نقطة ضعف في جسم الصخر وبيطعمه منها ويسيبه سايح في دمه لحد ما بيموت. الصادم، كرافين بيروح لمعسكر أبوه وبيكتشف إن أبوه هو اللي بعت لراينو ملفات كرافين وصورو عشان يخليهم يصفوا بعض، واستغل ابنه التاني ديمتري كطعم. كرافين بيسيبه ويمشي وهو بيقول له الخوف من الموت ضعف. وفي ثانية دب ضخم بيطلع من وسط الشجر ويفترس الأب الندل، وكرافين بيمشي وما يبصش وراه.
كرافين بيروح لأخوه ديمتري في النادي بتاعه. ديمتري بيقول له إنه ما باعش شغل أبوهم، وفجأة ديمتري وشه بيتغير ويتحول لشخص تاني خالص، وبنفهم إن ديمتري بقى عنده قدرة تغيير الشكل وهيتحكم في كل حاجة. وبيسلم كرافين البدلة الأسطورية المصنوعة من جلد الأسد اللي أبوه سابها له، عشان يفضلوا للأبد هم الصيادين الحقيقيين للبشر.